اتفاجئنا يا جدعان الساعات اللي فاتت بخبر مريب، خبر غامض، واللي كشفه لنا وسائل اعلام سودانية فيما يخص عقوبة جمهور الاهلي وعقوبة النادي الاهلي قبل مباراته ضد الرجاء المغربي. ايه بقى الاخبار والانباء اللي جات لنا؟ ان الكاف بيسعى لتأجيل الحسم في قضية الهلال السوداني ضد الأهلي المصري بعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي. طب ده معناه إيه؟ ده معناه إيه؟ ده معناه إن الكاف بيتيح للأهلي اللعب بجماهير وبدون أي عقوبات خالص الجولة القادمة عشان يستفيد، على الرغم إن لما بيكون في أي مناوشات أو قضية أو أي حاجة لازم يتم الحسم فيها فورا قبل الجولة القادمة، مثلما حدث أيضا مع الهلال السوداني ضد أيضا نفس الفريق الأهلي المصري. أعزائي المشاهدين، في هذا اللايف احنا جايين نكشف فساد لا حصر له من سطو الأهلي على الاتحاد الإفريقي بالقاهرة ومجاملة الكاف الواضحة، ومن كل الأطراف والجهات داخل الاتحاد الإفريقي بمجاملة نادي واحد فقط في هذه القارة. لمصلحة من؟ وما السبب؟ مش عارفين. فدعونا ندردش مع بعض كده ونكشف المستور. مهم جدا اللايف ده لكل جماهير الرجاء لأنهم عندهم مباراة طبعا مع الأهلي المصري. في اللايف دوت فيه شوية معلومات كده عن القصة دي. ما حدث في لقاء الهلال السوداني والأهلي المصري في المباراة السابقة ان حصل تطاول من بعض جماهير الاهلي ضد الهلال السوداني، وركزوا على كلمة بعض ده لان في طبعا جمهور محترم كتير من جمهور النادي الاهلي، ولكن الحقيقة تقال بان كان هناك هتافات عنصرية شديدة جدا تجاه الهلال السوداني، سواء في المدرجات او في غرفة خلع الملابس او على كل الاماكن داخل المباراة. يعني الهلال السوداني تعرض لاضطهاد شديد جدا جدا جدا. يعني انا عايز اقول لكم ان الهلال السوداني جمع كل الكواليس اللي حصلت دي بالفيديوهات بالصور بالتقارير بكل حاجة وارسلها للاتحاد الافريقي لكي يأخذ ويتخذ اجراء ضد النادي الاهلي، وهو يعني ابسط حقوق الهلال السوداني انه يجيله حقه، سواء بقى الاهلي يتفرض عليه عقوبة مالية او حرمان من الجماهير لمدة مباراتين على الاقل، مثلما اللائحة توضح ذلك وتقرر ذلك. ولكن جايين دلوقتي نكشف المستور ونقول ليه حتى الان الكاف متواطئ ومش راضي ياخد قرار في هذا الموضوع. طيب، عشان بس الكل يكون على نفس السياق معانا، الاهلي تعرض، وعشان نكون حقانيين برضو، الاهلي تعرض لاضطهاد ومناوشات وحكايات ايضا في السودان، تمام، ولكن ما كانش فيه جمهور بما فيه الكفاية وكان الموضوع على الضيق، والكاف فرض عقوبات على الهلال السوداني، منها طبعا عقوبات مالية، وكانت العقوبات دي خلاص تاني يوم على طول، تاني يوم بالكتير. فالاهلي حب يرد الجميل للهلال السوداني بس رده بهتافات عنصريه كبيره، وكلكم طبعا شايفين الفيديوهات تقدروا تبحثوا عنها، الفاظ خدشه للحياء. طبعا في جمهور محترم، ولكن من الصوره والفيديو اللي كان بتوضح ان غالبا اغلبيه الجمهور كان بيشتم بالفاظ لا يحتملها اي احد. فطبعا ما كان على الهلال السوداني غير انه يرسل شكواه الى الكاف اللي بدوره دلوقتي، اللي انا هقول لكم بس ليه الكاف مش راضي يتخذ اجراء ضد النادي الاهلي. على فكرة قبل ما اكمل كلامي وقبل ما نخش في صلب الموضوع، واحد يقول لي انت زملكاوي ومتضايق، والله العظيم انا بقول كلمة حق، لا يهمني اهلي ولا زمالك ولا يهمني الرجاء ولا الوداد، رغم ان على فكرة ان انا بتكلم دلوقتي مثلا في قضية تخص الرجاء انه من حقه ايضا ان في فريق عليه او المفروض يطبق عليه عقوبة المفروض تتحسم قبل مباراته، ده حقوق لكل الأندية. وحتى يمكن الكل عارف ان من انصار نادي وداد الأمة، نادي الوداد الرياضي. فانا بالنسبة لي
مش دفاعا على الرجاء او شماتا في الاهلي او اي حاجه من هذا القبيل، مجرد بنقل الصوره وانت قرر. بتمنى من كل اللي بيسمعني يعمل لايك وشير لللايف دوت عشان يوصل كل مكان من فضلكم. دي قضيه فساد كبرى هنحكي عنها بالتفصيل دلوقتي، لان على مر السنين وبيحصل مجاملات وتواطؤ في اي شيء خاص بالاهلي. فمن فضلكم ادعمونا وشيروا اللايف دوت في كل مكان من فضلكم. الاتحاد الافريقي اللي مقره في القاهرة احنا بنطالب بنقله خارج القاهرة لأي دولة ليس بها فرق منافسة. ليه بقى؟ لأن السطوة والانحياز وصلت لأبعد حدود، لشيء بشع، لحاجة محدش يتحملها. لما الكاف يبقى متخاذل بالشكل دوت ومش راضي يصدر عقوبة رغم انه عنده دلائل كبيرة جدا 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 يقدر يحسم فيها، ولكن هو عايز يأجلها لبعد مباراة الاهلي والرجاء كي يستفيد الاهلي اقصى استفادة ممكنة من مشواره قبل ان يصدر عليه عقوبة. وده طبعا مخالف للوائح والقوانين والمعايير اللي المفروض دي رياضة قوانينها تطبق على الجميع. ولكن احنا للأسف فقدنا الكلام ده في افريقيا، فقدناه. انا كمصري بعترف ان في سطوة على الكاف داخل القاهرة، ويعني مسؤولين الكاف انا شايفهم منحازين للاهلي. للأسف انا شايفهم منحازين للاهلي، ويعني اللي بيعملوه بيولد تعصب تجاه انديه شمال افريقيا وانديه افريقيا كلها. لان هو مش هيقول لك الاهلي اللي مسيطر على الكاف، هو هيقول لك مصر اللي مسيطره، هيقول لك مصر هي اللي مستحوذه على الكاف وهي اللي بتصدر وهي اللي بتتجامل وهي اللي بتعمل. ومصر بريئه من كل ده، مصر بريئه من النادي الاهلي، مصر انضف من انضف من اي حد. مصر اسمها يعني لا يحتاج الى مجاملات او لا يحتاج الى بعض الانحياز. مصر اكبر من كده بكتير جدا جدا. فاحنا مش هنقبل ان اسم مصر يبقى على لسان اي جنسية اخرى او اي بلد اخرى بالسوء. مش هنقبل ان اسم مصر يتذكر بالسوء بسبب نادي. فمن فضلكم الكاف ياخد بعضه ويروح اي دولة تانية، ويا ريت ما تكونش دولة فيها أندية منافسة. يعني مثلا بلاش المغرب، بلاش الجزائر، بلاش تونس، بلاش جنوب أفريقيا، بلاش، يعني خلينا في دولة ما فيهاش أندية بتنافس عشان ما يبقاش في سطوة. بس ده رجاء. طيب طبعا التأخير ده كله يعني أثار غضب بعض الإعلاميين والصحفيين المغاربة، واللي معانا النهاردة يعني منشور الصحفي أنور شفير، أتمنى أكون نطقت اسمه صح، وهو صحفي مغربي. تعالوا نقرأ مع بعض كلامه. بيقول: ماذا يجرى في الاتحاد الافريقي ولجنة الانضباط بالكاف؟ ولماذا هذا التأخير المتعمد من اجل البث في شكوى نادي الهلال السوداني ضد الاهلي المصري؟ بيقول لهم ليه التأخير ده كله؟ يعني حاجة متعمدة ان انتوا تتأخروا. كمل كلامه وبيقول يعني بخصوص الأحداث الموثقة التي صاحبت مباراة الطرفين من أعمال شغب في طريق مستودع الملابس والهتافات العنصرية من جماهير الأهلي المصري اتجاه الفريق السوداني. الهتافات العنصرية دي تقدروا تشوفوها على اليوتيوب وفي الفيسبوك وتبحثوا عنها. هتافات خدشة للحياة حرفيا. يعني الحدث يستحق عقوبة فورية، واي نادي لو كان عمل ده كان اتعاقب فورا. ولكن الكاف تمت السيطرة عليه للأسف. نكمل كلام الصحفي أنور شفير المغربي. بيقول: هل لجنة الانضباط داخل الجهاز الكروي القاري الأول تشتغل تحت الوصاية وخدمة أجندات معينة؟ هل الأهلي المصري فوق القانون ولا يجوز أن تطبق في حقه أي عقوبات مثل تطبيقه ضد الرجاء الرياضي بسبب احتجاجات الأهلي؟ هل الاتحاد الإفريقي اليوم أصبح يشجع على العنصرية والشغب في المباريات؟ ده كلام وأسئلة مهمة جدا، أسئلة خطيرة جدا. سكوت وتعتم الاتحاد الإفريقي على هذه المهزلة تعد دعم للتعصب، وان اي جمهور تاني يعمل بقى نفس اللي عمله جمهور الاهلي.
عندك مثلا جمهور الانديه شمال افريقيا كلها، لو نادي واحد منهم بس جماهيره عملت كده كنت هتشوف عقوبات فوريه. بس الكاف في القاهره ما يقدرش يصدر عقوبه ضد النادي الاهلي، ممكن ياجلها شويه لحد ما الاهلي يستفيد شويتين. تعالوا نكمل كلامنا. انور بيقول كلها اسئله والساعات القادمه هي الكفيله بالاجابه عنها. القضية قضية شفافية ومصداقية من الاتحاد الإفريقي، وإن كان رئيس لجنة الانضباط داخل هذا الصرح الكروي المتواجد بالقاهرة يشجع على الأساليب اللا أخلاقية التي عرفتها تلك المباراة، فما عليه إلا أن ينتظر ما سيحصده بالتماطل في تطبيق القانون واتخاذ القرارات. لا، كلام مهم جدا جدا. بيقول ان اي تواطؤ او اي نوع من انواع الانحياز في هذا الامر هتشوفوا بعد كده كوارث. خلاص، ما هي بقت سايبه الاتحاد الافريقي كده هيحصد كوارث. وده كلام الصحفي منير شفير. انا بضم صوتي طبعا لصوت انور، لان اللي بيحصل ده ما يتسكتش عليه. ومش انت لوحدك يا انور، او مش انا لوحدي المصري الوحيد اللي بنعاني من هذه المشكله. في صحفيين واعلاميين كتير ونقاد رياضيين كتير اتكلموا في هذا الامر، ان الاهلي دايما بيتجامل. والله واحد بقى اهلاوي، انا عارف ان الاهلاويه هيهاجموني، انا كمان الاهلاويه هيهاجموني جدا جدا، وانت خاين وانت مش عارف انت بتطبل للمغاربه، مع ان الموضوع ملوش علاقه بالمغاربه. لو كانت اي دوله اخرى هي الطرف في المشكله، تونس، جزائر، مغرب، ليبيا، ايا كان هيبقى رايي نفس الراي. مش قصه اني مثلا بحب المغرب او حتى انا، بالنسبه لي الموضوع برضو في مصلحه وفائده نادي الرجاء، والكل عارف اني مش رجاوي واني من انصار نادي الوداد الرياضي، وبحب الوداد جدا جدا كمان. ولكن انا طالع النهارده اقول شهاده حق، ماليش علاقه بلا وداد ولا رجاء ولا اهلي ولا زمالك ولا مصر ولا مغرب بالمره. انا ليا طلبين 2، وبتمنى ان الكل يوصل رسالتي ديت ويعمل لايك وشير لللايف دوت في كل مكان. من فضلكم وصلوا الرساله للاتحاد الافريقي، لان ما يحدث انحياز وتواطؤ ومجامله وكل حاجه تدل على الغش والخداع وعدم العداله غابت عن الاتحاد الافريقي نهائيا. فالحاجتين اللي بطلبهم، رقم 1 هو طبعا فرض عقوبه في اسرع وقت على النادي الاهلي، زي ما حصل مع الهلال السوداني، ما بنقولش اكتر ولا اقل. الهلال اتمنع من الجمهور وغرامه ماليه، مش طالبين اكتر من كده كي يعم العدل على القاره. مش هقول لك على الفرق اللي هتلاعب الاهلي، لا، على القاره كلها. تمام. رقم 2 نقل الاتحاد الافريقي من مصر الى اي دوله اخرى. والله بجد احنا تعبنا، ودول كتير بتتهم مصر ان هي اللي بالكاف بيجاملها. هي ما بيقولوش الاهلي، ما بيذكروش اسم الاهلي، بيقولوا مصر. ودي حاجه مزعلاني انا شخصيا، لان انا شايف اصلا هو نادي واحد بس اللي بيتجامل، وما اقبلش اصلا ان اي نادي يتجامل سواء اهلي او زمالك، ما اقبلهاش اصلا. انتوا فاهمين واصلكم ازاي؟ ما اقبلهاش. على فكره في واقعه شهيره اصلا برضو، منتخب مصر كان يستحق لقب منتخب القرن، وللاسف بسبب برضو الاهلي تم التغاضي عن احتساب لقب منتخب القرن لمصر، وعطوه للمنتخب الكاميروني. المنتخب الكاميروني اخذ منتخب القرن عشان يجاملوا النادي الاهلي. مصر تتنازل، الاهلي هياخد نادي القرن، وبالفعل ده اللي حصل، وكله بعون الاتحاد الافريقي. فالاتحاد الافريقي بصراحه انا شايف يا اما تطبق العدل، خليك في مصر فوق دماغنا حضرتك، واستفيد بكل الخدمات المتميزه في مصر، وان عارف ان مصر موقعها الاستراتيجي هو الافضل لقياده الكاف والاتحاد الافريقي، وكل حاجه متوفره في مصر. بس من فضلك احكم بالعدل، احنا مش عايزين حاجه لفرقنا تخلي اخواتنا يتضايقوا او يزعلوا مننا، بس ده اللي بنطلبه من حضرتك. فانا بتمنى ان رسالتي دي توصل لكل العالم. من فضلكم حتى تصل الى الاتحاد الافريقي. انت مصري اعمل شير للفيديو ده، انت مغربي اعمل شير للفيديو ده، ايا كنت جنسيتك ايه او ايا كنت مشجع لاي نادي. عايزين صوتنا يوصل بجد. اتمنى ان الكل يوصل، صوتنا يوصل بجد، وتدعمونا بهذا الفيديو. تشرفت باستماعكم، وانتظروا الجديد في هذه القضيه، وتابعوني حتى يصلكم كل المعلومات والاخبار والكواليس عن دوري ابطال افريقيا والكره الافريقيه بشكل عام. تحياتي ليكم، اخوكم هيما الجندي من مصر. سلام عليكم.